على هوية المغرب الإسلامية والاستقلال والسيادة الكاملة ولغة البلاد الرسمية. وفيما يخص المؤسسات الدستورية فبالإضافة إلى المؤسسة الملكية القائمة جاء دستور 62 ينص لأول مرة على البرلمان والحكومة، وجعل البرلمان يتألف من مجلسين، واحد للنواب والثاني للمستشارين، مبينا كيفية تنظيمه وسلطاته وسير عمله. وبعد 8 سنوات خضع دستور 62/900 وألف لعدة مراجعات لجعله مواكبا للتطورات السياسية والاجتماعية التي كانت تعرفها المملكة، إذ صدق على دستور 70 أسسه مستمدة من دستور 62 مع تعديلات هامة المؤسسة التشريعية عبر إقامة مجلس واحد هو مجلس النواب، يتكون من 240 مقعدا، 90 منها ينتخب أصحابها عن طريق الاقتراع المباشر و150 بواسطة الاقتراع غير المباشر. صودق على هذا التعديل ونظمت انتخابات 9 أكتوبر 1970. التعديل الثاني الذي طال الدستور كان سنة 72، هدفه جعل ثلثي مجلس النواب ينتخب بشكل مباشر والثلث الآخر بطريقة غير مباشرة، عكس ما كان عليه الأمر في الماضي. مرة أخرى عرض الدستور على تعديل جديد، وذلك سنة 1980 بموجبه تم تمديد الولاية البرلمانية من 4 إلى 6 سنوات. وبدوره دستور 92 خضع للتعديل والمراجعة، مراجعة أعادت تحديد طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان لينبثق عن هذا التعديل دستور الخامس للمملكة المغربية، وكان ذلك سنة 1996. ومواكبة من المغرب للتطورات السياسية والاجتماعية جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس في 9 مارس حول الدستور. الخطاب التاريخي ديال 9 مارس ديال 2011 ديال صاحب جلاله اكد على ان دستور 96 لم يعد يلائم الواقع المغربي بصفه عامه، أن المغرب منذ تولي صاحب جلاله نصره الله قياده الحكم بالبلاد عرف ثوره مجتمعيه. مشروع الدستور الجديد يشكل ثورة سياسية واجتماعية في المغرب، سواء من حيث الناحية الجغرافية للمغرب دستورة نظام الجهات، أو من حيث فصل السلط، أو من الناحية المؤسساتية توسيع مجال الحريات وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، تقوية آلية تخليق الحياة العامة وغيرها من المقتضيات الجديدة. وفي نفس الوقت جعل دستورة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، وفي نفس الوقت تم تعزيز مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وكذلك يعني تم تعزيز السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة، كذلك تم إعطاء صلاحيات واسعة للبرلمان. عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء في فاتح يوليوز 2011، مشروع تميز بمنهجية أعداده وبشكله ومضمونه، وحظي بموافقة المغاربة. وأكد جلالة الملك محمد السادس على أن دستور 2011 ولأول مرة في تاريخ بلادنا يعد دستور من صنع المغاربة ولأجل جميع المغاربة.